الأمل يولد النجاح، والمعاناة تولد معاناة أقسى منها. لما يكون في ست كبيرة في السن وطفلتها في غرفة العمليات ومحتاجة توفر لها الدواء ضروري ما لم حالتها بتسوء وتكون في خطر، وما عندهاش أي ريال عشان توفر هذا الدواء، فتقوم تاخذ دبة الغاز وتروح للصيدلية، جيب لي الدواء وخذ الدبة هذا، وهو يرفض. حلقتنا هذا اليوم تتكلم عن هذه القضية، عن معاناة الناس في توفير الدواء. السلام عليكم، دلي هذا العلاج لو سمحت. اختي 7000. معي الدبة الغاز، ممكن تبزر وتدي العلاج. وما افعل بدبة الغاز؟ يتصرف بها ابني، شوف كيف تفعل. هذا ما مش محل غاز، هذه صيدلية، انت ان دخلتي ساعدني الله يفتح عليك. معش قيمة العلاج اتيتي، ما في معاكي قيمة العلاج الله يفتح عليك. الله يرزقك، انا بنتي تعبانة. تعبانة خارج، سيري بسري ليش بنا الذي تيلي الزلط وجاي تشلي العلاج. الموقف مؤثر والكل حاسس بالمعاناة، ولكن هل يكفي مجرد الإحساس؟ حرام عليك، اتق الله. خاف الله يا ابني، حرام عليك ابني. خاف يلا. وانا سير ماني ما اعرف احد ولا يصير عند احد. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. الله يفتح عليك، انا محتاجه العلاج، بنتي مريضه. طب ليش ما تسيري انت ترهني الدبة ولا تبيعيها ولا تفعلي اي حاجة؟ الوقت متاخر، الله يفتح عليك يا ابني، الله يرزقك. طيب وانا ما افعلش يا حج الله يرضى لك، معش فلوس اديت لك العلاج، ما بيش معش فلوس انتهى الموضوع. مع السلامة. عبارات قاسية شدت انتباه البعض، ولكن لم يتخذ أحد أي موقف. كم هو العلاج يا دكتور؟ 7000. الحنها عدت عنده رهن عادي، اهم شيء انه يدي لي العلاج. بنتي مريضه، بنت غرفه العمليات، ايش افعل؟ انا سير، انا ما اعرفش احد. مشاعر ألم وتعاطف ورغبة في المساعدة، لكن العجز سيد الموقف. المكان محترم اختي. صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اخرجي. بنتي بغرفة العمليات يا ابني، بغرفة العمليات. تموت. الناس تضايقت أكثر وتظهر في عيونها الرفض للموقف. حرام عليك. خذي من هنا هاي. يلا. مش راضية تفهم. انا قلت اطرحها عنده ودي بوزد العلاج ويصير يدي البنت، بنتي بغرفة العمليات، لما تدخلش العلاج ممكن تموت. يحسب لو هي بنته على هذه، يحسب لو بناتكم على هذه، كيف تفعلوا؟ يا اختي سيبي. وأخيراً قرر أحدهم التصرف واتخاذ موقف لحل المشكلة. باقي 3000. والآن المبلغ لا يكفي. 10. كسر الآخرين حاجز الصمت وهبوا الدبة هذه حق من هي؟ حقي والله العظيم بدي الخيط، ما نحلف لك يمين. ماذا هنا تحلفي؟ كيف؟ سيري بيعي الدبة ما دام هي يا ابني انا بنت ناس، انا بنت ناس، لو اني هذا انني اسرق وهذا انني بالشارع ما يقول لك دليل العلاج. والله العظيم
حق الصيدلي، انا غير موظف هنا. انا بيعها اين؟ عند راعي معدن، عند راعي مطعم لا ما بش رحمه ما بش شفقه. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. يا بني مشتي زلط، انا مشتي زلط والله انا ماني شحاته، والله ماني شحاته. رجعني يا رجعني. ما دخلني وانا معاكي فلوس شليت العلاج. يا اخي عيب هذا. أنا سامة. الله يفتح عليك. يلا انا ماشي شمت يدي عليك. قلنا لا سعر العلاج، قالت ما بش بعد شيء. كم قيمة العلاج؟ 13,000. كذاب 7,000 ادي لي عقد 7,000 لا تديش عقد 13. 13,000 اعجبش ولا مع السلامة؟ ادي لي عقد 7,000 ما بش. ادي لي العلاج. لا سكتان 13,000. 7,000 بعد ما تهيننيش حرام عليك تهين وعد ساعة امك. حق الايش اللي هي انا حرام عليك. 13. استغلال البائع وأسلوبه الغير مهذب دفع أحدهم للتدخل بشكل مختلف، من تكسر معه؟ اكسري للمة والله اكسري. للمة تكسرها. وقبل أن يحدث عراك كان لازم نتدخل. سلام الله عليكم يا أخي، كان معاكم برنامج الصدمة واي إي، وهذا مشهد تمثيلي لا أكثر. كيف حالك؟ والله ما الحمد. اسلوب المجتمع ما يصلحش والله. طيب هل كان مع الدكتور حق باللي عمله مع المرأة؟ لا هذا ما ليش حق، اسلوب فاشل. وإيش اللي خلاك تخلي الزلط وتدفعها؟ غير احنا طيب خليك تعال جنبي، تعال جنبي، تعال نتكلم، تعال. ايش اللي استفزك في الموضوع هذا من اساس؟ لا الغير يعني عيب، ما يصلحش نجم فوق مرأة. اقل حاجة احترمي مرأة. الان نمر بأزمة وبحالة سيئة لا يعلم بالله الله. والله اننا يعني مش مخجلك، ولكن ما عندي شيء. عندي ما اللي يدور لي علاج لي انا وزوجتي. تجمعوا لها ايش؟ قيمة العلاج. تجمعوا لها ايش؟ قيمة العلاج. قيمة علاجها. ما لهش حق يعمل كذا بالله. بالحق اللي منها تعتبر زي مثابة أمه أكبر منه، عاقل له احترامه له تقديره. طلع لي الضغط ونزلت من الدكتور الضغط مرتفع حدود الزايد. يعني نزلت الضغط مرتفع زاد رفعه زيادة. طيب هل تتوقع انه كان معاه حق؟ لا مش حق. المعاملة مش كذا. هذا العلاج يعني خدمة وليس سلعة. خدمة وليس سلعة، لأنه تجارة، رجعوا له تجارة. تقول له دبر رهن عندك؟ قال لا. أين الرحمة وين الشفقة وين الإسلام وين الدين؟ واحنا كعرب لا يمكن ان نهين المرأة العربية، لازم اننا ابذل ما بجهدي واتعاون مع اخي الضعيف، مع اخي مع المرأة الضعيفة، هذه المرأة المحتاجة بقدر ما استطيع. انا لو كان عندي المبلغ انا كامل كنت ادفعه كاملا، وبعدين حسيت انا في يعني في ارتعاش في جسم ما اشعر فيه. استفزك اهانة للبشرية. وين النخوة العربية؟ ضاعت النخوة العربية من الناس. قلت هذا يعني هذا حاجة مش معقول انه يهين بالشكل هذا. الآن أحس أنا بارتياح يعني لو كان هذا حقيقة إننا كان هذا أعتقد إنه يعني قد ربما تتألم لأنه وصلنا إلى ما وصلنا إليه، قد ما وصل إلى جلطة أو إلى مرض كبير يعني مع الموقف هذا اللي شاهدته. لكن الحمد لله إنه أقول الحمد لله إن جاء هذا موقف غير تمثيل. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الحلقة إذا أعجبتكم.